تبارك اسم الله الملك المجيد. ليس بعد كلام الله كلام، وليس بعد نبي الله الذي أنطق بالوحي كلام. قال: سيكون يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، إذا قرأوا آية فيها أمر بقتال فتنزلوها لأنفسهم، فما يمنع فلانا وفلانا أن يقرأها ذاتها ويتنزلها لنفسه عليهم. إن كان لكل قارئ قرأ آية قتال أن يأخذ بها فيقتل أخاه، فما بال الآخر لا يأخذ الآية ذاتها ونفسها فيقتل بها ذاك الشيطان؟ إنما نزل القرآن فصل مقال رحمة بالمسلمين وفلاحا للمسلمين ونجاة للمسلمين. وأيم الله ما فيه آية قتال إلا على الكافرين الذين كفروا محمدا وابن مريم وموسى بن عمران وإبراهيم وحرموا حلال الله وأحلوا حرام الله. أولئك الذين أمرنا بقتالهم الذين كفروا الأنبياء وكفروا المرسلين. بين المسلمين لا سيف. قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. فقولوا للذين يقرؤون القرآن وينكرون أحاديث محمد: لستم منا في شيء، ولستم من الله في شيء، ولستم من رسول الله في شيء. يقرؤون القرآن، فأينما قال نبي الله قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قلنا من قبل: إن جاز له فجاز لنا، إن جاز لنا جاز لغيرنا. كما قلت أخي، مشايخ الضلالة والرأي ورأسهم وشيطانهم كبير اتحادهم سمعته قبل أسبوع الآن يدعو إلى النفير العام، إلى نفير بغير إذن لا تستأذن فيه الزوجة زوجها ولا الولد أباه، إلى ظننا أنها بيت المقدس أن يسترد مما هو فيه، فإذا به يحولها ذاك الشيطان إلى الشام. قال أن الجهاد اليوم فرض عين في الشام. أي شيطان هذا؟ أنا الآن يعني حتى لا أكذب الله ولا أكذب المرسلين، حين دخلت ابتدأت سماعا أحد الزملاء والضيوف كان قال أكثر من مرة: تفسير العلامة فلان، تفسير العلامة فلان، تفسير العلامة فلان. لا تفسير إلا تفسير نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. إن أعجبك فلان فقد أعجب غيرك فلان، وإن أعجبكم فلان فقد أعجب غيركم فلان. يوم بعد دم فليس إلا دين نبي الله، ليس إلا هذا التأويل. لا تنفخوا في المشيخات. ذاك الرجل جعل الجهاد العينة الذي لا يستأذن فيه على سوريا. بما؟ بالرأي. اكفروا الرأي، الرأي وثن. قال عمر بن الخطاب: اتهموا الرأي على الدين، اتهموا القرضاوي على دينكم، اتهموا كل ذي مذهب على الدين، إنما الدين هذا الكتاب نصا تنزيلا بغير تأويل. إذا قرأوها علينا قرأت عليهم، إذا قرأوا الآيات على سلاطينهم وأمرائهم وحكامهم لم لا يقرأوها حكامهم عليهم؟ التي يدندن فيها الأزهريون ودارسو الشريعة أنه لا ينصلح آخر هذا الأمر إلا بمن صلح به أوله. من صلح أول هذا الأمر إلا أن جماعة الأمة كانت تحت نبي واحد على كتاب واحد على رب واحد، فلما صار لها أشياخ ومذاهب وآراء صاروا إلى الدم والفرقة وما ترون، فلن ينصلحوا حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه أول مرة. كلما نفخ رجل بشيخه ونفخ الآخر بشيخه صاروا إلى ما انتهوا إليه. ما تعلمون، هذا الذي سمى نفسه بالسنة، وهذا الذي سمى نفسه بالشيعة، وهذا الذي سمى نفسه بالحنفي والمالكي والأشعري والجعفري، حتى قتل بعضهم بعضا. حدثوني يوم كان علي وعثمان وعمر وأبو بكر وفوقهم نبي الله كان من هذا شيء؟ بهذا أفلحت الأمة. لن تفلحوا حتى ترجعوا كما كان الأمر على أوله. أقول حين بدأ واستنطق الآية التي في الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أولا أخي للدارسين في الأزهر وفي غيره نقول: أولا نهانا نبي الله إمام المتقين
أن يقاتل الناس إمامهم وسلطانهم. فهذه الآية لا ينبغي لها أن تكون بين الناس وسلطانهم، لأن الآية أصلا نزلت على ما قال نبي الله. قالوا له أفلا نقاتلهم؟ قال لا. فإذا قاتلت الأمة أميرها فليسوا في الآية أبدا. ثم الآية على من ينفذ أمر القتال. من الذي ينفذ أمر القتال يا أزهريين؟ من الذي ينفذ أمر القتال إلا السلطان؟ فإذا رأت بعض جماعاتكم أنها تنفذ الأمر رأينا مثل ما رأوا ورأى غيرنا مثل ما رأوا، ثم انتهت بيضة الأمة وانتهى الدين بالرأي والهوى ووثن المذهب. هذا الذي جر على الأمة ما جر. وأيم الله إن الأمة تنتظر نبيا ينزل من السماء، وتنتظر ابن فاطمة وابن عليا، ولن يكون حتى يدعوا رأيا جعلوه على نبي الله وعلى وحي نبي الله، حتى دفعوا ثمنه دما على دم على خراب على دمار. لن يفلحوا حتى يرجعوا إلى ما كان إليه الأمر الأول. أقول لكم ويسمع كل الدارسين والمشيخات الذي سألنا من أنت، أقول لكم إن من قرأ القرآن كما قال حذيفة فلج، ومن احتج بالقرآن فلج. فلا تحتجوا علينا بأحد بعد نبي الله، لا نحتج ولا نقبل أبدا. خاب وخسر من احتج علينا بغير الكتاب. أقول لكم الآية التي احتج بها ويحتج بها كثير من الذين قتلوا المسلمين كما قال نبي الله، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. قال الله في سورة المائدة قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقرؤون هكذا فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. سألوا الأزهريين وكل العلماء أين قال الله فأولئك هم الكافرون؟ وتلكم أشد الآيات وقعا وتنزيلا. قالها في العلماء والأحبار الذين بدلوا السنن. قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، أي ويحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا أمانة من كتاب الله. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الكلام للأنبياء والأحبار والربانيين والعلماء. أولئكم إن لم يفعلوا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقبل أن تكفروا حكامكم وولاتكم أنتم الذين بدلتم السنن. جئت تدافع عن قرضاوي وغيره. أين ذهب بسنن نبي الله؟ أين حديث نبي الله لو أن أهل السماوات؟ أين حديث نبي الله قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟